السلام عليكم. بما ان اليوم الجمعه وما غاديش نخدمو الصباح، فقلت علاش ما نقيش واحد ميني فلوق او في نفس الوقت نطيب شي حاجه اللي غادي تكون منزليه. راه الماكله برا طلعت ليا في الراس. كما كتشوفوا جبنا الماتريال اللي غادي نخدموا بها وعدلناها باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف. دابا بقى لينا غير القزبر والثومه وحتى مطيشه عندنا معدله. كما كتشوفوا بغينا دابا ندقوا هذيك الثومه مزيان ولا نطحنوها. كندوحقوها مزيان ومن بعد كنجمعو الماتريال وما نخليوش الدنيا مسخه. هنا شفنا البصله كبيره وبغينا نجيبو القطه ما فيها اللي وسخ بزاف ولكن بزز مني. وهنا كيبان الدقه في التقطيع. كما كتشوف ما كاين غير قطع، وكثرتي البصله كل ما كثرتيها غتجي مزيونه. فهنا كثرت البصله مزيان وكنقطعها رقيقه حيت ما كنحملش البصله تبقى غليظه بزاف، خصوصا ان الوالدين كيخليو البصله غليظه وضروري من النظافه. وهنا كما كتشوفوا كملت التقطيع وشعلت البوطه وحطيتها تشحر شويه لانني ما كنحملهاش تبقى ملواحه، خصها حتى تشحر وعاد دار معها بطيشه ديالها واللحم. وهنا كما كتشوفوا دوزت نغسل اللحم اللي جبت من الثلاجه وخليتها تطلق مزيان باش تغسل مع داك الدم اللي كيكون فيها. وهنا غسلتها مزيان حتى نظفتها كما كتشوفوا في الاخير غادي تكون ناضيه. وهنا ضروري ما نعاود الغسيل والتنظيف، ما كاين غير التنظيف ضروري. وهنا رجعت نشحر شويه ديك البصله. وهنا غادي يجي الدور ديال ضروري هاد الازبال خص اللحم. هنا كما كتشوفوا مطيشه وزدت عليها اللحم. وهنا ضروري ما دير اللمسه الملحيه ثم اللمسه الزيتيه، او كتزيد ضروري شويه القزبر مع الثومه اللي درتي وتخلي هذيك اللحم طيب. وهنا هاد الحريره باقي نعاد نرجعوا ليها. هنا غلقنا عن الكوك ديالنا ومشينا نزيدو الروينه اللي كنديرو حتى النهايه وعاد نتخاتلو. هنا دوزت نقاد الخضره ديالي باش تجيني سهله في الطياب وما تاخذ لياش وقت بزاف. وما ما عنديش الوقت بزاف قطعتها غير بالزربه، ما يمكن خصها هي تقلى باش تعطي مذاق زوين. هنا بقيت غادي كنقطع فيها قطع قطع واللحم كطيب. هنا عدلتها وكما كتشوفوا كملتها مزيان. وهنا غسلتها ورديتها للماء ديالها. هنا دوزت نفك هاد الروينه اللي من الصباح وانا كنحط. وهنا اوحلت فيها شي ساعه وانا حك هنا خلينا ملي كتوسخ كتجي ساهله، وملي تجي تنظف ما جا ما نظفها يا الاخوان. يحسن العوان المرة اللي كدير هادشي يوميا، حنا غير مرة في الاسبوع. وكما كتعرفوا ضروري التنظيف شوية، ضروري من التنظيف نظف نظف لان النظافة من الايمان كما يقول. او كما كتشوفوا ضروري غسل حك، ما كاين غير غسل وحك. وهنايا الكوكوت كطيب والوقت ما بقاش للصلاة بزاف، فالوقت عندنا محسوم لانني نط معطل شوية. وبما اني حطيت الغدا يطيب خصك تنظف وخصك طيب وخصك تمشي والخدمه عندنا حتى العشيه. وهنا الكوكوت بغينا نطلو واش اللحم قربت طيب. وهنا غادي نزيدو الخضره دابا. وكما كتشوفوا دابا ان الكوكوت ديالنا طابت واللحم دابت وخيزو طاب حتى هو. والحقيقه داكشي طلع يا سلام. الى اللقاء. كان هذا هو الفيديو ديالنا. الى عجبك ما تنساش واحد لايك وبارطاج وشكرا لك.